من سلك وصل، ومن وقف ولم يسلك لو بتوقف 50 سنة بتتم بمحلك. السلوك بدك تمشي طريق، بدك تسلك تقطعه. تسلك الطريق يعني تقطع الطريق، فإذا قطعت الطريق وصلت إلى هدفك ووصلت إلى معرفتك. وإذا تميت واقف بيتم واقف على سماع الدرس، والله يخلي لنا الشيخ ويطولنا عمر الشيخ. لكن يا هل ترى لو فقد الشيخ شو بيتأثر؟ بيروح بيدور على شيخ ثاني. لكن المريد يا ابني عندما يتذوق الحلاوة لو فقد الشيخ فقد جسمه، لكنه لم يفقد صورته، ولم يفقد روحه، ولم يفقد مدده. فقد الصورة لكن لم يفقد، فقد الجسد لكن الصورة موجودة، والروح موجودة، والإمداد موجود. فهلا في الطريق النقشبندي رضي الله عنه عندما بده ياخذ الطريق بده يعمل الرابطة. الشيوخ قبل شيخنا رضي الله عنه رابطتهم كلها مع مولانا خالد، مع سيدنا خالد رضي الله عنه، مع انه صار له 100 سنة او اكثر من 100 وشوي رابطهم مع الشيخ، مع مولانا خالد. مولانا خالد صار له 100 سنة متوفي. نعم، الرابطة موجودة والمدد موجود. فاذا كان شيخك موجود واذا كان مدده موجود، اذا لا يفقد الا الجسد. بينما الاخ لما عم يفقد الشيخ، فقد الشيخ، راح دور على شيخ ثاني، مش يدور على شيخ ثالث. بينما المريد مرتبط بشيخه حتى يلتقي به مع رسول الله. يبقى مرتبط المريد بشيخه حتى يلتقي معه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لذلك ان هذا الشيء الغالي يلي ما أدركه إلا القليل.